ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده باذن الله هبدا معاكم. هغسل وبعد كده هغسل مواعين ونشوف بقى هنعمل ايه تاني. يلا خليكم معايا. هنا هغسل شويه مواعين كده. هسرع الفيديو بس عشان ما نطولش عليكم يعني. وهنا هعمل معاكم صينية كيكة عند ام محمد سلفتي، فخليكم معايا شوفوها الطريقة وخلاص يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا معانا 4 بيضات بس عشان بيض بلدي يعني مش بيض نظامي. خمسة؟ طبعا زين. أنا شفت ال4 بس. هنا معانا 5 بيضات ونحط كيسين فانيليا. فين المضرب السلك يعني؟ بس زي ما انتم عارفين طبعا البيض مع الفانيليا عشان ما يعملش البيض ريحة زفرة. المضرب السلك. بس ضربنا البيض مع الفانيليا ونحط السكر 1.5 كوب سكر. هي نفس الكيكة العادية بس تحط بدل 2 دقيق 1.5 كوباية بس، والنص التاني اسمه ايه دوت كاكاو نص زيت. نضرب السكر مع البيض كده جامد عشان يدوب. بس وهنا هنحط معاكم نص كوباية من الزيت. من ربع جامد كده. حط اللبن طبعا. كيس حطي كوباية برضه ده؟ حطي كوباية. بيت دست. وهنا معانا كوباية لبن. حطي كوباية تانية ممكن نص كوباية.
كترت منها البتاع الصاروخ. عبال ما تجيب النص التاني نكون احنا حاطين البتاع دول. هنا الدقيق وهنا حطيت نص التاني، نص كوباية اللبن التاني يعني. عايزة بيها دقيق؟ انا هحط كوباية ونص دقيق ونص كاكاو. هنحط الكيك شيف. حلو الكيك شيف على فكرة غير البيكنج باودر. ارفع التليفون. يبقى ما عليك، انا اجيب له كله. ايه كده الصينية. كويس. واحط بقى الكاكاو. يبقى هنا كوباية ونص دقيق ونص كوباية كاكاو خام. ونقلبهم جامد. اكتب كده عارفة. فتحت عبده. ماشي. هنا خلصنا طبعا. حطينا كوباية ونص دقيق والنص كاكاو، نص كوباية كاكاو. ونقلبهم جامد كده. يبقى هنا في ايه؟ في اللهم صل على النبي 5 بيضات، بس بيض بلدي يعني. لو بيض مزرع يبقى 2 بس. يبقى 5 بيضات وفانيليا ونص كوباية زيت وكوباية ونص سكر وكوباية ونص لبن وكوباية ونص دقيق ونص نص كوباية كاكاو وباكو كيك شيف. بس تبقى بالشكل دوت. ونجيب صينية كده ونحطها فيها ونصبها كده في صينية اي مقاس عايزاه يعني. لو عايزاها واطية تبقى صينية مقاس كبير يعني. لا عايزاها تبقى عالية معاكي تبقى تحطيها في صينية ضيقة. بس انا هعمل بيدي يد نظيفة عشان اعمل بيها. مش هينفع كده. عايزة المعلقة. هي فين المعالق هما حطوها. تمام. بس نحطها في الفرن على درجة 180. بس افصل كده.